ازيكم؟ النهارده معانا حلقة جديدة من برنامج جريمة قتل. النهارده هنتكلم عن جريمة قتل حصلت في التسعينات في منطقة المطرية، وأعتقد محدش اتكلم عنها كتير. خالد الأخرس، عدد ضحاياه وصل ل5 ضحايا. خالد الأخرس شاب من المطرية، كان عايش في منطقة شعبية، وكان كل اللي يعرفه كان عارف عنه إن هو شخصيته هادية وملوش في مشاكل خالص. ولكن ورا شخصيته الهادية دي كان في جانب مظلم محدش كان يعرف عنه حاجة أبدا. خالد في طفولته كان إلى حد ما كان وحيد جدا، وباباه كان قاسي عليه جدا، كان دايما يضربه ويعنفه. وطبعا مامته كانت دورها محدود في حياته، أو بمعنى أصح ما كانتش عارفة تتدخل وتحميه من قسوة باباه عليه. خالد لما كبر اتزرع جواه شعور إن هو مكروه ومش محبوب، وده خلاه مع الوقت يكون حاسس ان كل الناس ضده وان كل الناس بتكرهه، وده خلى عنده شعور مضاعف ان هو لازم يدافع عن نفسه مهما كان الثمن. طبعا زي ما احنا عرفنا ان خالد كان دايما هادي وملوش في المشاكل، ولكن اول ما كبر وبدأ ينزل الشارع وسط شباب الشارع، بدأ يزرع جواه شعور ان هو لازم يكون مسيطر ولازم يعرف يثبت نفسه وسط الشباب دول، ويكون ليه دور وليه أهمية. ولكن اللي حصل ان ده كله اتقلب ضده، وبدأ شباب الشارع يهمشوه جدا ويتنمروا جدا عليه، وده زود الشعور السيء جواه، وبدأ يتكون جواه مبدأ ان اللي هيضايقني هضايقه، اللي هيضربني هضربه، واللي هيأذيني هأذيه. في الأول كان الموضوع بسيط، مجرد خناقة، ضرب، مشاجرة بسيطة، والأمور كانت ماشية وعادي. لحد ما في يوم كان في شخص اسمه محمد، ومحمد ده اتخانق مع خالد، وساعتها شدوا مع بعض جامد، ومحمد شتم خالد وأهانه. وهنا خالد حطه في دماغه. وطبعا المشكلة ما كانتش فقط في الشتيمة، لكن خالد كان دايما مقرر ان اللي هيضايقني هضايقه مهما كان الثمن. المهم ان محمد ده في يوم دخل البيت اللي ساكن فيه خالد علشان يسأل على واحد من صحابه جوه بيت خالد. المهم ان هو دخل من غير استئذان، فتح الباب، طلع البيت، واتعامل بفوضى. طبعا خالد ما عجبوش اللي حصل، وشاف ان ده اهانة وتعدي على كرامته، وازاي يخش بيتي وهو متخانق معايا حتى من غير ما يستأذني ولا حتى يخبط على الباب. وهنا خالد قرر ينتقم. فجأة الامور خرجت عن السيطرة. خالد سحب محمد على السلم، بدأ يتخانق معاه، ضرب وشتيمة وخناق، لحد ما فجأة خالد جاب سلك نحاسي لفه على رقبة محمد لحد ما خنقه وموته. وفي اللحظة دي كانت أول جريمة قتل لخالد. بعد ما خالد قتل محمد، قرر إن هو يتخلص من الجثة ويخفي معالمها خالص. وهنا خالد فكر إن هو يجيب الجثة، يقطعها لأجزاء ويرميها في أماكن متفرقة، ومن ضمن الأماكن دي رمى جزء في الزبالة، وبكده ما يكونش في دليل واضح عن مين اللي عمل الجريمة دي ولا مين الشخص اللي اتقتل. وفي يوم الشرطة لقت بقايا بشرية في الزبالة، وفعلا الشرطة لما شافت البقايا ما عرفتش مين اللي عمل كده، ولا عرفت البقايا البشرية دي تخص مين بالظبط. وهنا كان لغز كبير للشرطة، مين ده ومين اللي قتله؟ ما نعرفش. طبعا بعد أول جريمة قتل، خالد بدأ يحس إن هو قوي وقادر يسيطر، وبدأ جواه شعور باللذة كان بالنسبة له شعور مرضي وغريب. وهنا خالد بدأ يدور على النوع اللي هيستهدفه وهيموته. وهنا خالد بدأ يقرر إن أي شاب هيشوف نفسه على خالد أو هيبدأ يتنمر عليه أو يتريق عليه، خالد هيموته على طول بدون تفكير. وده اللي حصل بالظبط. خالد بدأ يستدرجهم واحد واحد ويخلص عليهم بالتدريج. خالد كان دايما شايف إن الخنق هو أفضل وسيلة للقتل، لأنه وسيلة سهلة بالنسبة له، مفيهاش صوت ولا سلاح ولا دم، هخنق وأخلص على طول. وده معناه إن خالد كان عنده مشاكل نفسية وسادية كانت مسيطرة عليه، وهي اللي وصلته لكده، وبدأ ينفذ جرايمه واحد ورا التاني لحد ما كملهم 5 جرايم، وكلهم كانوا بنفس الطريقة: خنق، تقطيع، ارميهم في الزبالة. الموضوع بسيط، وكلهم كان عندهم خلافات مع خالد قبل كده، وكلهم كانوا من نفس المنطقة الشعبية دي، المطرية. ودايما كانت الشرطة بتلاقي بقايا بشرية في المنطقة، ولكن لا عارفين يحددوا مين اللي بيعمل كده ولا البقايا البشرية دي تخص مين، لأن دايما خالد كان شاطر إن هو يخفي معالم الضحية ويقطعها قطع صغيرة ويبدأ يرميها في مناطق متفرقة، ودايما يرميهم في الزبالة لحد الضحية الأخيرة رقم 5.
خالد لما موته برضه بنفس الطريقة، خنق، تقطيع، ورماه في الزبالة. من حسن الحظ إن آخر شخص ده أهله كانوا قريبين منه جدا، وأهله رفضوا إن هم يستسلموا أو يسكتوا، وقرروا إن إحنا لازم نلاقي ابننا اللي اختفى ده مهما كان التمن. وفعلا قدموا بلاغ وقلبوا المنطقة فوقيها تحتيها لازم نلاقي ابننا اللي اختفى ده مهما كان التمن. وسألوا كتير لحد ما توصلوا إن ابنهم آخر شخص اتشاف معاه كان هو خالد. وهنا بدأت الشرطة تشك في خالد، والعيون كلها راحت على خالد. وهنا الشرطة بدأت تشك في خالد لحد ما قررت إن هي لازم تروح تفتش شقة خالد. الشرطة أول ما دخلت شقة خالد وفتشت الشقة لقت إن هو عنده سكاكين عليها دم، وأكياس سودا، وبقايا بشرية، وعنده بقايا شعر، وعنده حاجات غريبة جدا في الشقة. ومن ضمنها لقوا برضو السلك النحاسي اللي هو كان دايما بيستخدموه في الخنق. ومن التحقيقات خالد اعترف إن هو خلص على 5 وقال لهم إن أنا كنت لسه هكمل تاني. الغريبة بقى إن خالد كان دايما شايف نفسه إن هو كان مظلوم وإن هو ضحية وملوش ذنب في كل ده، وكان شايف ان الضحايا دول كانوا يستاهلوا القتل لانهم ببساطه كانوا بيضايقوه. والطب النفسي اثبت ان خالد مريض نفسي وعنده ميول ساديه وعدوانيه ضد المجتمع. وقت المحكمه قررت ان هي تصدر حكم الاعدام على خالد ببساطه لان هي كانت شايفه ان هو لا يصلح ان هو يقدر يعيش تاني وسط الناس في المجتمع، وان هو خطر لازم نتخلص منه. وقت تنفيذ الحكم على خالد كان بيقول لهم كلمه واحده بس: انا ارتحت ان انا موتهم، وانتوا دلوقتي هترتاحوا ان انا هموت. خالد كان دايما شايف ان هو ضحية المجتمع وضحية اسود باباه عليه، وكان دايما شايف ان هو ليه الحق ان اي حد يضايقه يخلص عليه عادي خالص. سؤال نهاية الحلقة: لو انت مكان خالد ده وحد ضايقك، شايف ان الطبيعي نتعامل معاه ازاي؟ وهل فعلا هو كان ضحية ولا هو كان مجرم فعلا؟ اشوفكم في حلقة جديدة، ما تنساش لايك، شير، سبسكرايب. سلام.